سمعتني؟ انا سامعك يا عم. ماشي، ايوه، اتفضل اتفضل. انت سامعني بقى؟ المشكله انت بقى مش سامعني. لا لا، انا سامعك والله. طيب انا بقول هنبدا من الاول اهو. السلام عليكم. اتفضل. حاج مرسي راغب، مشجع الاتحاد القديم، اهلا وسهلا بحضرتك. السلام ورحمه الله وبركاته. نتعرف على حضرتك، تاريخ ميلادك واتولدت فين؟ 59، اللهم صل على النبي، محرم بيه، مستشفى دار اسماعيل، بالك جنب عمرو السواري. جميل، يعني انت من محرم بيه اصلا؟ غربال محرم بيه، غربال محرم بيه. مواليد 59. شهر 10. جميل قوي. طيب بقى نعرف بقى حكايتك مع الاتحاد والكوره، وجريت وراه ازاي؟ جريت وراه من اخر، يعني ان شاء الله اخر الستينات، ربنا كرمني. كان الاستاد طبعا قريب للمنطقه بتاعتنا، استاد اسكندريه. نمشي شارع اسكندراني، يا دوبك شارع منشا، يا دوبك الاستاد. جميل. واحنا لسه عيال صغيرين طبعا، كنا بنجري على الاستاد كل شويه. طيب شويه نروح للصبي. ايوه، اول ماتش دخلته في الاستاد كان ايه؟ والله يعني بصراحه يعني مش متذكر، بس يعني من اوائل المباريات يعني معلمه معاك، عشان ده اللي هنحكي عليه، يعني وجودك في المباريات، يعني الاحداث دي. يعني والله يعني ما في يعني من سنه 69 او 68 بالتحديد، لغايه سنه 88 ما سبتش مباراه للاتحاد بره اسكندريه وداخل اسكندريه. ماشي، ما احنا مش عايزين نتكلم على العموم، هنتكلم على الخصوص. طب انا هفكرك بقى انت رايح في رمضان بالعمود لاخوك الاكل، رحت داخل. لا ده هي بقى، لا ده في طفولتي، ده في طفولتي. ايوه، ما ده احنا بندور على الكلام ده. احكي لنا بقى القصه بالتفصيل. والله انا زي ما تقول، يعني انا في المنشيه في سوق ليبيا، اخويا وابويا الله يرحم ابويا طبعا، الله يرحمه جميل، واخويا الكبير الله يشفيه طبعا، في سوق ليبيا في مصر. في المنشيه بياعين قماش، بياعين ملابس. خدت بالك. المهم طبعا انا لسه صغير طبعا، شباب طفوله، يعني بالنسبه لي ما كملتش 10 12 سنه كده بالتحديد. ازهري، طاقه 5 ازهري طبعا ساعتها. خدت بالك. مدرسه فتح النبيل في وش المحكمه في محرم بيه. خدت بالك انت. المهم طبعا عشان انا طبعا يتيم، طبعا اخويا كان بياخدني عنده طبعا، عشان ابويا طبعا كان عندي مرض اب طبعا. الله يرحم الجميع. ايوه. فطبعا اخويا طبعا كان بياخدني عنده في البراميه، عنده في الحضره البحريه. خدت بالك الله يشفيه يا رب. المهم كان قال لي في السوق روح كذا من البيت علشان الفطار في رمضان. فرحت انا طبعا، ركبنا الاتوبيس ساعتها بالمنشيه من عند الموقف من عند محمد علي باشا تمثال. فرحت انا نزلت هناك طبعا، خدت من الحاجه الله يرحمها مراته العمود. طبعا كان شغل عمدان زمان. خدت بالك. فرحت طبعا بدل ما اروح اركب الاتوبيس ثاني، رجلي خدتني وانا ماشي كده، بدل ما اركب اتوبيس ثاني من شارع اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، يقول عليه شارع ابو قير. خدت بالك. جنب بجوار مستشفى عبد الناصر. بدل ما انا اركب اتوبيس، فرحت ماشي على رجلي، حودت على الشارع بتاع نادي الاتحاد الشاطبي. كان في مباراه هناك. خدت بالك. قعدت في مدرج حوده انا وزملائي كنا العمود. بالك انت. نسيت انا بقى انا رايح لمين. بدل ما تروح المنشيه رحت على الشاطبي وقعدت في الماتش. تفتكر انا سرحت. عايزك تفتكر الماتش. والله هو بالتحديد يعني مش متذكر قوي، بس علشان يمكن ذاكرتي ما بالسلامه، يمكن ذاكرتي ما بتجيبش قوي يعني. بالتحديد يعني ممكن يكون الاسماعيلي. خدت بالك. بس مش اكيد. تمام. طيب بعد كده برضه هنخش على الاستاد والاتحاد، ومن خلال بقى علاقتك بالكراسي مع عمك كامل. والله احنا مش قبل الكراسي، لا، في استاذ الله
يرحمه طبعا. كان ايام دكتور القاضي اسمه الاستاذ مختار شغال في الاداره. مختار عبد الله ده عضو مجلس اداره الحاج مختار عبد الله. ايوه، بس هو كان على ايامنا احنا كان بيدينا الفلوس علشان احنا شباب صغيرين، ونرش الرمله على النجيله ناحيه الجون علشان ايه المباراه تلعب. تمام. اثناء المطر الشتاء يعني. جميل. كنا احنا شباب كلنا شله كده من غربال من شارع باشا محرم بيه. جميل. خد بالك، وبنقف ونجيب المؤاخذه الكوره خدت بالك يعني ايه من ورا الجون وبتاع والكلام ده للمرحوم عرابي وبتاع والكلام ده. ويوم المرحوم عرابي يوم الخمسة كنت واقف ورا انا وجورج فخري في امريكا دلوقتي. يوم البلانتيه، يوم ضربات الترجيح. كنت واقف ورا المرمى. انا وزمايلي اللي هم اطفال زي الشباب يعني. هي بايه؟ تفتكر انه مرمى انه جون في الجونين؟ ناحيه الاسعاف على ما اظن. برافو عليك. لا صاحي لسه. ناحيه الاسعاف. عرابي صدهم كلهم. ايوه. طب بس هي في كوره جت في العارضه فيها لا الخمسه يعني الخمسه صدهم. لا هو اللي ضيع من عندنا فكري مرسي. ايوه على ما اظن. برضه نمشي مع المطوشه كده والمباريات ونفكر. وانا والحق قال انا قبل الاتحاد عرفت الاسماعيلي تبالك، كنت اميل للاسماعيلي جدا يعني. بس خلاص اتقاربت من الاتحاد من الماتش بتاع البلانتيات ده. ايوه اتقاربت مع الاتحاد. الاجيال كانت حصل لي كهرباء عشان حصل لي كهرباء كده يعني. كان بطل الدوري وبطل افريقيا وكان مهاجرين. ايوه اخر الستينات. المهاجرين عندنا هم كانوا عايشين في وسطينا الاسماعيلاويه يعني. اخر الستينات. نكمل برضو ملعب الاتحاد والاستاد كده، ذكرياتك فيهم. والله الاستاد عامه بالنسبه لي يعني خلاص كبرنا شويه يعني، وكنا بقى نروح في كراسي وفي المدرجات 4 و2 شمال ويمين المقصوره اتباع حضرتك. وكان الاهلي المركزي او الكراسي ساعتها مننا اتباع حضرتك. وكنا بعد المباراه طبعا ناخد على راي ناخد فلوس من عم كامل الله يرحمه ويسامحه بالك. بتاع السمك كامل بتاع السمك. كان لسه عينه موجوده فيه يعني شويه يعني، ما كانش هيتعمى يعني. بالك. وكنا طبعا شله من العطارين وشغالين في الكراسي، شله من العطارين وشله من كوم الدكه فينا الاخ بلال دفعتنا. بالك مش عارف بلال ايه كده. بالك فينا شله كبيره يعني من كوم الدكه برضه. بالك. وكنا بنجيبوا الطعميه او الفلافل الاسكندرانيه السخنه من كوم الدكه والعيش وبتاع والكلام ده. وكان معانا عم سعيد راجل اسمراني كده برضه بالتحداوي بيشيل معانا برضه، راجل كبير في السن. بالك. يعني انت عجبتك في الملعب ان انت تساعد في رص الكراسي او في رش؟ لا والله علشان احنا كنا بقى ايه يعني زي ما بتقول ايه الشباب والصغيرين يا بدل ما يشتري تذكره بربع جنيه بالك، وبدل ما يقول لواحد دخلني يا عم معاك بالك يعني بدات كده يعني. ايوه احنا لقينا سكه نشجع وناخد فلوس كمان بالك. نخش الملعب ببلاش وناخد فلوس وناكل ونشرب. جميل بالك. فبعد كده خدنا عم كامل للحفلات الكبيره ورصينا كراسي لحفله عبد الحليم حافظ في مسرح عبد الوهاب على البحر. ايوه كان مذيع يعني بياخد حفلات ونص كراسي وبتاع والكلام ده. لمينا كده شله بالك وقال لنا عندنا كذا 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 كذا. احنا طبعا بنركز هنا على الاتحاد وذكرياتنا وحكايتنا. الملعب سواء في الشط او في الملعب في الشط. لما التدريب لما التدريب بتاع العمالقه طبعا الله يرحمهم بالك من اللعيبه او من المدربين كمال السباغ، رحت له البيت عنده في شارع بورسعيد في الشاطئ وقاطع الله يرحمه
برضه نفس العماره. خدت بالك؟ كنا بنروح عندهم برضه ويعطفوا علينا، احنا لسه شباب صغيرين يعطفوا علينا. خدت بالك؟ وكانوا بيهزروا معانا. خدت بالك انت؟ بالنسبه لنا احنا، وجورج اكتر جورج المسيحي. خدت بالك؟ وابراهيم ايوب واحد في النمسا، واحد في امريكا دلوقتي. انا عايزك بقى توصف لي النظام في المدرج حوده اللي هو دورين دوت. يعني ما كانش فيه كراسي، ما كانش فيه مدرجات، النظام ازاي؟ لا والله الكراسي كانت بتتحط في المقصوره اللي هي ايه تحت منها اوضه اللبس. ايوه. اللي هي ايه كانت تحت منها اوضه اللبس. ايوه. كانت تحت منها اوضه اللبس. وكان عم جمعه قبل عم سعد. كان عم جمعه اللي بيشيل الجردل. خدت بالك؟ ويغسل هدوم اللعيبه. خدت بالك؟ الله يرحمه ويسامحه. كان عم جمعه كان عم جمعه، واحد اسمه عم جمعه كده كبير، كان قبل عم سعد الاقرع. ايوه. كان ايوه. وكنا بقى يعني دخلنا ايه بالنسبه لي انا يعني بدات نكبر. خدت بالك؟ وسيتي يعني بين احبابي واصدقائي في جميع حواري اسكندريه. الملعب كان يلمنا طبعا، ونروح افراح لبعض بره يعني. ايوه. نروحوا يعني القاعه بتاعت النادي، قاعه ام كلثوم، والافراح اللي اللي فيها. لا والله احنا كنا بنروحوا بره يعني الشباب يعني كلنا اتحادويه. نزفت طبعا اللي بيطبل واللي بيزمر واللي نزفت بعضينا يا مرسي. كل حاجه خاصه بالاتحاد، فالاتحاد كان فيه صاله، وبرده كان فيها افراح الاعضاء وافراح اللاعبين. لا احنا مش اعضاء. احنا خدنا عضويه من عمل لنا اكتر من 200 عضو على مده الاخ الاستاذ الكريم الله يرحمه ويسامحه عبد الله الحسن. كنت عمل لنا عضو عامل. ايوه. عمل لنا عضويه. تمام. لمنا 200 نفر، وكان لنا حق التصويت في الانتخابات. تمام. جميل. ده لما كبرنا شويه في الثمانينات يعني. ماشي. طبعا. الاستاذ عبد الله علي حسن المحامي طبعا ليه دوره ومجهوده في الفتره ديت، فاكيد كان ليك. الاستاذ عبد الله الحسن طلع لي من مطب قضيه جنايات بسبب اللي انا بشجع الاتحاد. طلعني من قضيه جنايات. طلعني من قضيه جنايات. ايوه. القصه ايه يعني؟ القصه اللي انا لما الكابتن محمد عمر والدكتور عبد ابو العلا اخصائي العلاج الطبيعي وصوني، كنت انا معاهم كده، وصوني قالوا لي بقى انت قصتك يعني، عرفوني يعني ان انا ايه يعني غلبان ويتيم، فوقفوا جنب لله يعني. كلموا عبد القادر مرسي اللي انا اشتغل في الاستاد. ايوه. يبقى انا خلاص كنت انا خلصت الجيش في الثمانينات، واللي انا اشتغل في الاستاد يعني. خلصت الجيش بتاعي من مركز عامل في استاد اسكندريه، عامل نظافه. قال لي عبد القادر لا ما ينفعش، شغلوا حاجه ثانيه يعني ايه، مسكوا حاجه ثانيه تلي بيه يعني. خدت بالك؟ فالمهم انا كنت مكتوب ان انا عامل نظافه او زبال، بس ايه مسكت ايه الملعب بعد الظهر الساعه 2 للساعه 8 مساء. أيوة. النجيله تبع ما ينزلش اي لاعب من العاب القوه ولا اي لاعب بالكره القدم الا معاه جواب، ومعايا استاذ رئيسي بالعمل اسمه حسن. تبالك انت. أيوة. يعني نادي الكروم كان صلاح الناهي الله يرحمه كان مات. تبال حضرتك. صلاح النادي كان نادي الكروم كان يجي يلعب يتدرب يجيب لي بقى ايه وجبه كل يوم يعني. تبالك كان العمالقه بقى، نادي الكروم العمالقه بقى. طبعا. برضه بنتكلم عن المباريات يا عم مرسي. المباريات بالنسبه لنا احنا، بالنسبه لمباريات الاتحاد، جميع المباريات بره وجوه جميع المحافظات. ايوه. وليهم ذكريات معانا غريبه يعني. انا يعني سنه 80 91 اظن انا كنت في الجيش وعامل غياب من امن مركزي في الدخيل. وكنت شغال ساعتها مع واحد عندنا في الشارع مساعد جزار الله يرحمه اسمه شاهين. فقابلوني طبعا معايا قفه فيها لحمه وفيها الخير بتاع العيد يعني زي ما انت فاهم. ايوه. قابلوني الاتحادويه قالوا لي يا مرسي الماتش مش منذاع النهارده، المباراه بتاعت الاهلي في استاد القاهره مش منذاع.
تعالوا نركب التروبيلي، والتروبيلي كان ب 2 جنيه 75 قرش ساعتها الاحمر. فرحنا عشان نركب التروبيلي يا بيه، والماتش الساعه 3 الا ربع. ما لحقناش التروبيلي او ما لقناش مكان. وقفنا في محطه مصر حيرانين، لقينا واحد اتحداوي اصيل معاه اللهم صل على النبي هو رايح الملعب، شجعناه يروح معانا. وانا طبعا خدت بعضي ورحت طبعا، نمت طبعا طول الليل سهران في السهره، ونمت في العربيه ما حسيتش نفسي غير عند الافاف. وبعدين زملائي طبعا جلال وشله طبعا اتحادويه متعصبين اكتر مني، وشله جامده يعني. هم جلال جادو، تقصد جلال جادو؟ ايوه جلال جلال الحاج جلال حبيبي وصديقي اليوم باليوم. ايوه تبالك تبالك صديقي اليوم باليوم. تمام. وهو اخوه الله يشفيه كان قاعد ولا كان مات، حسن. طب احنا بقى هو اللي دربني عن الماتش بقى يا عم مرسي. المباراه بقى طبعا المفروض انا حالي شعري زيرو كافي وعارف تعليمات الملعب. فزملائي بيقولوا لي ايه روح يعني هنقطعه. قلت لهم لا انتوا اتكلوا على الله، انا هخش ببلاش. ازاي يا عم الحاج انت عامل غياب حاجه؟ قلت لهم مالكوش دعوه. فرحت للظابط عطيت له التحيه وانا لابس ميري، فبيقول لي انت في انت عسكري؟ قلت له قال انت فيك دم. قلت له معلش يا باشا انا كنت بقى بذبح لفلان الفلاني. القصه بقى ترجع لنا ايه، كنت انا في القاهره، كنت في التدريب في مصر، وعارف الضابط بتاعي يعني ذكرت الضابط بتاعي في القاهره وقلت له على فلان الفلاني. خدت بالك؟ قال لي اتفضل وخش. دخلت من المقصوره لقيت جمهور الاتحاد قاعد كده على شمال المقصوره، خدت بالك؟ على يمين المقصوره شويه صغيرين عيني، خدت بالك؟ ما يعدوش ايه 2300 3000 نفر. ايوه خدت بالك؟ دخلت معاه قلت انا عايز انط. الضابط قال لي تنط ازاي؟ يبقى انت اسكندراني؟ قلت له قال لي طب تعالى خش لف من هنا وارجع تاني معاهم. ايوه رحت لهم بقى ايه، كان يوميها الاهلي مسك المباراه 90 دقيقه مبهدلنا. وهاني سرور الله كان عايش، الله يديله الصحه يا رب، شال المباراه، نجم المباراه هاني سرور. ايوه. والكابتن بوبو طبعا ما ننساهوش طبعا. ايوه. بالك بالك. والكوره بقى بتاعت الضربه الهدف بتاع الباب. ايوه ثبت البطل بيبص وراه الله يرحمه لقاها في الجون. تمام. من غير ما يعمل لها حاجه كده. ايوه طبعا. وانت عارف بقى القصه اللي هم عطى ربع ساعه زياده وبتاع والكلام ده. ورجعته اللي هو محمود عثمان، ورجعته بقى وانتم مبسوطين بقى وزفه. رجعنا طبعا، رجعنا على القطر طبعا والاتحادويه، بدل ما كانوا هم 3000 ظهروا 10000. ايه الحكايه؟ كانوا فين دول؟ ما اعرفش. طيب احنا دلوقتي الاستاد فيه 120,000 متوري. ايوه انا فاهم. احنا دلوقتي بذكريات المطوشه هفكرك بماتش دمياط اللي جبت منه شوال شباشب. لا انا لا مؤاخذه في دمياط، اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. رحت نلعب في دمياط مش عارف مع غزل. كان ساعتها بوبو اول استلام مدير الكوره في مده عبد الله الحسن، الكابتن بوبو. ايوه 83 كان مدير الكوره. 83 واباظ الله يرحمه مدير فني. ايوه. ووحيد حسن كان مدرب مساعد. ايوه. فرحت انا زي ما تقول طبعا انا من عادتي بقى ايه، طبعا ابن تاجر وابن تاجر وابن تاجر وعيلتي كلها تجار. ايوه. فانا طبعا اروح بورسعيد مع الاتحاد اجيب بضاعه، اروح دمياط اجيب بضاعه، خدت بالك؟ بس برضه يعني اشيلها وانا ماشي اخدها يعني في اي حته يعني. فالمهم طبعا شلت الشوال طبعا، خدت بالك؟ وعم سعد بقى كان عم جمعه خلاص كبر وقعد. عم سعد اللي هو الاقرع ده الله يرحمه كان هتلاقيه مات برضه. ايوه. المهم طبعا الله يرحمه. المهم عارفين بقى اللعيبه وبوبو الله يرحمه طبعا ده من طفولتي كان بيعطف عليا يعني لما كان بيلعب. ايوه. لو كنا بنروح له الفندق وبيدينا شوكولاته وبيدينا اكل وشرب وبتاع. الله يرحمه ودعاوي بالك. المهم طبعا
اللهم صل على النبي، تطورت الاحداث وقلت لعم سعد شيء الشغل ده، خدت بالك؟ قال لي ماشي بس انت استاذن. رحت ما استاذنتش انا. راح بوبو قال له مين بتاع مين الشغل ده؟ قال له بتاع مرسي. قال له في ايه؟ قال له في شباشب. قال له بس يبقى مرسي شباشب. المرسي راغب لمرسي شباشب. قلت اللعيبه كلها ضحكت. تفتكر الماتش ونتيجه الماتش؟ على ما اظن كان 0-0 باين. 0-0. جميل. طبعا حضرتك انت فضلت طول الثمانينات السبعينات والثمانينات ورا الاتحاد من الاستاد للشهر اخر الستينات لغايه 88 89. بعد كده استقريت ان انت تسافر مطروح. والله انا اللي بعدني بعيد عن الاتحاد، دخلت في زوي ايه، في زوي اللي انا ايه ابقى راجل لا مؤاخذه يعني يقول لك يعني تكون اسره وتستقر. لا مش القصد الاسره. اتجوزت استنى بقى، ده في قصه غريبه. ماشي، ما احنا هنا العلاقه، احنا بنتكلم على العلاقه بالاتحاد عشان نختم بقى. حضرتك رحت مطروح؟ في قصه مع الاتحاد برضه، خلي بالك. حضرتك رحت لو عايز ماشي قول يا عم. لا لو في قصه في ماتش الترسانه في مصر. ايوه. كان اول مولود ليا صبي محمد ابن عنده 42 سنه، دلوقتي 43 سنه. ربنا يديه الصحه. سبت مراتي في المطار ورحت مع زملائي ماتش الاتحاد والترسانه في مصر في بيت عقبه. ايوه. هدف علاء مدحت في الكابتن احمد ناجي. 1-1. 1-0 يا بيه. 1-0. ايوه بيه. ايوه بيه. 1-0 كسبنا الترسانه 1-0. تمام معاك. ليه بقى انا فاكر ليه بقى كسبنا الترسانه 1-0. ايوه. كان عندنا عضو مجلس اداره ايده سخيه الله يرحمه. ايوه. الحاج سيد علي الحاج سيد